ومحتاج ان هو دايما يبقى الماركتينج شغال علشان اقدر ان انا ادخل عملاء جديده طول الوقت. تاني عميل الريبيتد كاستمر، العميل اللي اشترى مني قبل كده وبالتالي هو حابب ان هو يشتري مني المنتج والخدمه تاني، وحابب ان هو يشتري بقيمه اكبر ويشتري منتجات اكتر مني. فده الريبيتد كاستمر. تالت عميل اللي كنا بنتكلم عليه البي تو بي، واللي هو عدد عملاء مش كبير ولكن هو بيديني وبيفتح لي الحنفية لعملاء كبير وعملاء كتير. والانتيتي دي ممكن تكون كومباني، ممكن تكون مدرسة، ممكن تكون جوفرمنت، ممكن تكون وزارة، ممكن تكون ليها اشكال كتير. فانت محتاج تبقى شايف العملاء وانت بتخبط على اني باب، وانك مش معتمد على باب واحد، ولا البي تو سي بس، ولا الريبيتد كاستمر بس، ولا البي تو بي بس. فالبيزنس مودلز في سؤال؟ فالبيزنس موديل ببساطة جدا هو انك تشوف ازاي تقدر تعمل جروث، وازاي تقدر ان انت تدخل كذا انبوت للبيزنس بتاعك، مش انبوت واحد ولا اتنين ولا تلاتة. تاني بيزنس موديل محتاجين ان احنا نبص عليه ونتفرج عليه ونشوفه بشكل مختلف، وخصوصا لو كنت بتقدم سيرفيس، هو البوبيولر بيزنس موديل. يعني اللي احنا بنحاول دايما نبص عليه ونقول انا عايز الفي اي بي، انا عايز الاي كلاس، انا عايز العملاء المهمه. فالسؤال هنا، هل انت جاهز للعملاء المهمه ولا لا؟ هل انت تقدر تقدم الخدمه للعملاء المهمه؟ هل انت تقدر تقدم السيرفيس للعملاء المهمه؟ والمهمة دي يعني 5 6 10 كلاينتس لوحدهم يكفوا، وشهرتهم تكفيك. ومجرد ان انت بتذكر ان انت بتقدم الخدمة دي او المنتج ده للعملاء، بالتالي ده هيجيب لك عدد عملاء مهول. مجرد ان انت الناس بتبقى عايزه تبقى شبه الناس المشهوره دي، وعايزه تاخد الخدمه او المنتج من نفس الريسورس او نفس السورس بتاع الناس المشهوره. فهل انت قادر ان انت تجيب 5 أو 6 مشهورين وتوصل لهم، وهم دول الشكل اللي انت تقدم عليه السيرفيس او المنتج اللي انت بتقدمه؟ وده شفناه في الفترة الأخيرة مشهور قوي، مثلا في الجيم أو في السيرفيس بتاعة البيرسونال كوتشنج. بتلاقي هو لو قدر يوصل الكوتش، لو قدر يوصل ل1 أو 2 أو 3 من الناس المشهورة، وقدر ان هو يعمل معاهم ميك اوفر او بروجرس، بالتالي هو قدر ان هو يكمل ويعمل الماركتينج دايم، وقادر ان هو يجلب العملاء الاي كلاس، وقادر ان هو يقدم لهم خدمة اي كلاس. فهل ده اصلا مناسب ليك؟ هل ده انت قادر تقدمه؟ هل انت قادر ان انت تبقى واضح وملتزم في السيرفيس والخدمة اللي انت بتقدمها وبيرفكت على قد ما تقدر، وقادر ان انت تستوعب الكاستمرز
اللي A كلاس، ولا انت مش قادر لده اصلا وبالنسبة لك ده مش انسب حاجة. ساعات كتير بيكون السي كلاس انسب ليك من الاي كلاس، ساعات كتير بيكون الاي كلاس بالنسبة لك ده يبوظ لك البزنس كله. ساعات كتير لو انت بتقدم تاني موديل احنا ممكن نستخدمه عشان نعمل سكيلينج او عشان نعمل جروث. تالت موديل ممكن ان احنا نستخدمه عشان نعمل سكيلينج او عشان نعمل جروث هو ببساطة ان انت تقدر تخدم او تسيرف كخدمة كوانتيتي في وقت واحد. احنا عارفين دايما دكاترة الدايت بتحاول ان هي تدي مواعيد ل 10 12 15 بيشنت يدخلوا في نفس الوقت. ليه؟ لان هو خدمته معتمدة على التايم، وعامل التايم فيها في اليوم محدود، وبالتالي هو عايز يحل المشكلة دي. فلقينا ان دكاترة الدايت علشان تحل المشكلة دي محتاجة ان هي تسيرف quantity in the same time في وقت قصير، وبالتالي يبقى هو قادر ان هو يعمل جروث. وهنا ظهرت مثلا مشكلة لدكاترة الأسنان وما يقدروش يعملوا ده لأن هم ما يقدروش يسيرفوا عدد كبير في نفس الوقت، لكن دكاترة الدايت قدرت ان هي تعمل ده. ناس كتير بزنسز مودلز ما تناسبش البرسوناليتي بتاعتها، ما تناسبش ان هم يستخدموها. محتاج تبقى مركز ومتأكد السيرفيس اللي انت بتقدمها هي ببساطة أني موديل المناسب ليها. هل البي تو بي هو المناسب ليها؟ هل البوبيلر والناس المشهورة والاي كلاس هي المناسب ليها؟ هل الكوانتيتي هي المناسب ليها؟ محتاج تشوف ايه المناسب ليك في السيرفيس، وايه المناسب للسكيلينج بتاعك، وايه المناسب اللي انت تستخدمه وتقدر بيه تعمل جروث. على الناحية التانية في طرق لتنمية المنتجات، وبالتالي انت محتاج تحول السيرفيس بتاعتك اللي انت بتقدمها لمنتج. مين اللي قدر يعمل ده؟ حاجة زي ايكيا، حاجة زي اي حد بيقدم سيرفيس وكبرت. زمان كنا علشان نطلع باب او نطلع ترابيزة او مكتب كنت بتتعامل مع النجار ويبدأ ان هو ياخد منك المقاسات وياخد منك السيرفيس، ياخد منك متطلباتك ونوع الخشب ايه و فتحول الموضوع لسيرفيس. والنبي هتعديني اصبر. مش انا عندي لا ماشي، خد لك حبه في الطبق. هو اكتر. وبالتالي انت بتمشي معاه في البروسيس دي بتاخد وقت طويل، وبالتالي هو ما يقدرش يقدم الخدمة دي ل100 واحد في الشهر، ل500 واحد في الشهر، ل1000 واحد في الشهر. محتاجين ان احنا نلاقي طريقة نحول السيرفيس دي لبرودكتس، وده اللي قدرت يعمله ايكيا، ان هي حولت كل البرودكتس اللي بتطلع من السيرفيس بتاعت النجار لمنتجات جاهزة تروح تشتريها على طول. وبالتالي انت محتاج زي انت ما بتقدم سيرفيسز تكون قادر ان انت تقدم منتجات وبرودكتس طول الوقت، بحيث ان الناس تبقى عندك واضح لها المنتجات اللي انت بتقدمها على شكل منيو، على شكل برودكتس جاهزة هم قادرين ان هم يشتروها. لانك مش هتفضل تقدم السيرفيس دي طول الوقت، ومش هتقدر ان انت تلبي اكتر من 50-100 عميل. كمان من ضمن الحاجات اللي انت لو مش قادر ان انت تعمل منتجات تخدم بيها عدد كاستمرز كبير، محتاج ان انت تبدأ تلاقي الطريقة الخامسة، وهي طريقة التيم. طريقة ان يكون عندك تيم، والتيم ده بيقدم السيرفيس اللي انت
بتقدمها، والتيم ده قادر يساعدك على السيرفيس دي وقادر ان هو يلبي الكاستمرز. وده موديل نجح جدا، ونجح جدا في الشركات الكونسلتنج والشركات الاستشاريه، عن طريق ان احنا شفنا 4 شركات كبار اسمهم البيج 4 كومبانيز قدروا ان هم يعملوا تيم كبير جدا، كل شركه مكونه من الاف التيم، الاف الممبرز الخاصه بالتيم، وقدروا ان هو الممبرز دول يلبوا ويأدوا الخدمه الاستشاريه بالتيم ده. وقدر ان التيم ده يقعد سنين وسنين في الشركه دي وبيقدم نفس السيرفيس، لو ما كانتش اعلى كمان من اللي ابتدع السيرفيس ومن اللي بدأ السيرفيس. فالطريقه الخامسه انك تبيلد تيم، التيم ده يقدم السيرفيس بدالك، دي طريقه محتاج ان انت تحطها في الاعتبار، وخصوصا لو كان مواصفاتك الشخصيه ومواصفات السيرفيس اللي انت بتقدمها قابله ان في اخرين يقدموا السيرفيس دي مكانك. وبالتالي انت محتاج تعمل زي ما قلنا المره اللي فاتت التريننج ديبارتمنت اللي قاعد بيفرغ ممبرز كواليفايد ان هم يقدموا السيرفيس دي. سادس طريقه للجروث هي الطريقه الخاصه بانك تكون بتقدم سيرفيسز بس كبيره كفاليو، والكاستمرز وصل لها بعد ما عدى على السيرفيسز الصغيره. يعني لو انا عايز اقدم سيرفيس ب $10,000 محتاج اكون عملت سيرفيسز وبرودكتس ب$100 وب$10 وب$50 وب$1000 وب$5000، وبالتالي لما يجي لي $10,000 انا بالنسبه لي ده سكيلينج كويس، وبالتالي انا قادر اقدم خدمه لعدد كاستمرز قليلين لكن بيدفعوا بارقام كبيره، قادر ان انا بيها اعمل جروث وسكيلينج للبزنس. فببساطه جدا احنا عندنا 6 اشكال من السكيلينج او من الجروث، محتاجين نشوف ايه المناسب لينا ان احنا نقدر نستخدمه، ايه المناسب لينا اللي في البزنس، وايه المناسب لينا في مجالنا، وايه المناسب لينا في الخدمة اللي احنا بنقدمها، ونختار هل انا هقدمها للبي تو بي، ولا انا هقدمها للناس المشهورة البوبيلر، ولا انا هقدمها للكوانتيتي في وقت واحد، ولا انا هقدمها واحولها على شكل برودكتس والناس تشتريها جاهزه، ولا انا هخلي تيم يقدم الخدمه مكاني، ولا انا هعمل البرودكت فانل اللي بيها اوصل ان انا عندي سيرفيسز غاليه قادر ان انا اقدمها لعدد قليل، وبالتالي هي عامله لي سكيلينج. محتاجين نشوف كل طريقه ايه المناسب لينا وايه المناسب للسيرفيس اللي احنا بنقدمها. هل في حد عنده اسئله؟ اتفضلي يا اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك يا باشمهندس اتكلمت في أول جزء على البي تو بي، أنا تمام. ازاي أجهز نفسي للبي تو بي؟ ايه الحاجات اللي أنا إيه أقدر السيرفيس اللي انت أجهزها بتقدميها؟ علشان أقدم عرض كويس للبي تو بي، ايه ومين السيرفيس يقدر اللي انت يساعدني في حاجة بتقدميها؟ زي كده؟ تمام، معلش مش سامعة ايه حضرتك. السيرفيس اللي انت بتقدميها؟ كورسات أونلاين. كورسز الاونلاين، ممتاز. الكورسز الاونلاين اللي حضرتك بتقدميها دي مين اللي العميل البي تو بي اللي ممكن يكون يستفاد بيها؟ زي ما حضرتك قلت مدارس، وزارة، دي أمثلة يعني. جميل. يبقى اول حاجه محتاجه تعمليها هي الكيلر اوفر او
اللاندنج بيج او مم. شكل الخدمه يكون مناسب للمدرسه او مناسب للبي تو بي، مش مكتوب بطريقه تناسب البي تو سي. طيب وبالتالي ايه الشكل اللي ممكن يكون مناسب واحصل انا على ربح منه؟ يعني برضو مش عارفة اوصل للحتة دي، ازاي اوصل لكيلر اوفر كويس بالنسبة للمدارس ويناسبني انا برضو؟ طب ممكن توضحي لي اكتر انهي جزئيه اللي انت بتقدميها؟ كورسات برمجة للأطفال من 6 ل 18. طب ممتاز جدا. طب ما انت عندك في بيزنس موديل مناسب جدا في البي تو بي ومنتشر الايام دي، اللي هي الاي سكول. تمام. هل حضرتك شفتيه؟ بالنسبة ل AI سكول كأكاديمية يعني؟ كأكاديمية وتعاقداتها مع اه المدارس. أيوة عارفاهم فانت ممكن بدل هو ما اخد المدارس الانترناشنال، انت ممكن تبداي تشتغلي على المدارس الخاصة. أمم. هل بقى احنا عندنا البلاتفورم اللي يقدر ان يخدم عدد طلبة يدخلوا في نفس الوقت؟ هل انا تمام، عندي اقدر عندي اهندل بلاتفورم. واقدم السيرفيس دي بالكواليتي المناسبة؟ أيوة عندي البلاتفورم، بس أنا بتكلم فيها بالجزء المادي. ازاي أقدر أعمل أوفر كويس للمدارس، أو أحسبها ازاي، تتحسب ازاي بطريقة مبسطة يعني. البرايسنج عامل ازاي؟ أيوة. البرايسنج ليه كذا طريقة. أمم. انت الطبيعي بتاعك بتحسبيه ازاي؟ المصروفات، ويعني الخدمات أو المصروفات اللي أنا حسبتها للجروب، وأطلع منها المكسب اللي أنا عايزاه وأضيفه فأحسب سعر الكورس. طب ما تعملي نفس الحاجة على المدارس. مم. فين المشكلة؟ يعني انت لو في العادي بتقدمي جروب من 6 مثلا، خلاص، تمام. وهي في المدرسة بيقولوا لك هندخلك مثلا كلاس فيه 30 واحد. هي بتكون مختلفة بقى في العدد، لو مينيمم كذا ماكسيمم كذا الأسعار بتختلف. طب ما تقسميهم انت لستة لجروبس الاول. يعني الاول اعملي بروتوتايب، اعملي تمام. الوحدة، اعملي اليونت اللي انت تعرفي تكرريها. يعني انت عندك مم. التيتشرز بينفعوا يخدموا 6 في نفس الوقت. تمام. كرري اليونت دي. معلش فالأول الصوت قطع. كرري اليونت دي. تمام. مادام هي مظبوطه عندك الوحده واليونت والاسطمبه اللي انت مظبوطه عندك، هي دي اللي تكرريها. هيك تقصد خدمة واحدة يعني؟ أبدأ بخدمة واحدة؟ بالظبط. ابدأي بالخدمه اللي انت بتقدميها، بس بدل ما انت بتقدميها لجروب من 6، قدميها لكلاس. الكلاس ده فيه 30 طالب متقسمين على 5 جروبس، تمام. وشوفي الكواليتي بتاع الخدمه واظبطي طيب الاسطمبه نقطة بتاعتك تانية الاول. تمام. طيب معلش آخر سؤال في الجزئية دي، السيلز اللي بيجيب لي العرض أو كده، بيتحسب الكوميشن بتاعه ازاي؟ على حسب هو هيجيب لك قد ايه في الشهر، وعلى مم. حسب هو، يعني ليه حسابات كتير. يعني ليه حسابات تمام. كتير لو هو موظف معاكي ولا لا، مش موظف معاكي. فريلانسر مثلا. فريلانسر ده اتفاق بينك وبينه، لكن الاحسن ان انت مش تعيني سيلز. سيلز تيم وتحط لهم تارجت وتشتغلي عليها. تمام. تمام ماشي يا باشمهندس. طب حضرتك ماشي. قلت في الاي كلاس مع الناس المشهورة، حضرتك تقصد مش لازم اللي هو البلوجرز والحاجات اللي موجودة دي دلوقتي، لأن ما عادش فيها مصداقية، صح ولا غلط؟ بصي البلوجرز هيفضلوا موجودين وهيفضلوا مؤثرين، وفي مم. فرق بين بس هي البلوجرز المصداقية قلت شوية والانفلونسرز. عند ناس كتير بقى، بالعكس ما ان لما حد تحسبي انت يطلع بس، يرشح. يعني بتحسبوها على نفسكم، ما تحسبيهاش انت، ما تبصيش عليها من ناحيه البيزنس اونر. لكن انت جربي، انت لو في انفلونسر، بس مش هو مم. ده اللي اصلا كنت بتكلم عليه، بس لو مم. في انفلونسر بيريكومند
التجربه اللي معاكي، لا الموضوع هيفرق جدا. ده اللي بتكلم فيه، يعني ما يكونش بعيد عن المجال، يكون قريب او هو مشهور في المجال اللي انا بشتغل فيه. لا يكون جرب التجربه، اخليه يجرب معايا الاول يعني. هو كاستمر، يكون اخد اه السيرفيس، تمام. مش مجرد ان هو بيريكومند، هو كاستمر بيكون اخد السيرفيس. تمام ماشي يا باشمهندس، شكرا لحضرتك. هل في اسئله تانية بخصوص البيزنس موديلز وايه المناسب لينا؟ اتفضل. انجل اللي رفع ايده. اجانس اتفضل. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام، ازيك؟ اتفضل. في الجزئية اللي حضرتك شرحتها، هو أنا عندي سؤال. هو أنا أقدر إزاي أحدد لنفسي أي موديل أقدر أشتغل عليه؟ هل على حسب إمكانياتي أنا مثلا كإمكانيات مادية للسمول بزنس، ولا على مدى يعني يعني أنا أقدر أبقى جاهزة لعدد العملاء مثلا ممتاز، اللي هي ممتاز السؤال، مثلا ممتاز يعني السؤال. لا مش على حسب البيزنس نفسه، خلينا الاول نبص ايه المناسب ليكي شخصيا. يعني في الجزء مثلا لو انت هتعيني تيم، هل انت متعوده تدي تريننج؟ هل انت عندك لا التريننج ديبارتمنت اللي هيدرب التيم ده؟ لا هو يبقى دي مش الفكرة مناسبه. إن أنا يعني كحاجة واقعية، أنا يعني عندي سمول بزنس، أنا عندي بعمل شغل طبلوهات هاند ميد. ممتاز. فده طب فده ما خليكي، عنديش تيم، أنا اللي بشتغل بإيدي. حلو ما جدا ما الاكزامبل ده، بعين حلو حد جدا بيساعدني الاكزامبل ده. مثلا حاجات معينة كده وخلاص يعني، لكن ما فيش حد جميل، بعينه بطريقة معينة يعني. جميل. فانت عندك اول طريقه ان انت مثلا تعملي تيم وتدربيهم. على شغل الطبلوهات بتاعتي. بالظبط كده. امم وممكن تبقي عامله زي الجراح اللي هو بيدخل يحط 5 دقايق او التاتش بتاعه بس، لكن هما بيعملوا 90% من البرودكت. امم دي تمام. طريقه. تاني طريقه ان انت تشوفي انتيتي تقدري تقدمي لها السيرفيس دي، يعني مثلا اوتيل حابب امم اللوحات دي. امم تالت طريقة ان يكون عندك ناس مشهورة ومؤثرة اخدوا البرودكتس بتاعتك وفرقت معاهم في حياتهم. امم تالت طريقة ان انت تكوني قادرة تطلعي من نفس اللوحة 10 في اليوم. امم رابع طريقة ان يكون في برودكتس جاهزة قادرة ان انت تطلعي من كل برودكت عدد وبتبيعيه كبرودكت جاهز. طيب دي فانت في قادرة النقطة مثلا دي تعملي ما فيش فيها 10 حاجة. لوحات، قادرة تعملي 10 لوحات، كل لوحة قادرة تعملي منها 50 لوحة، وكأنك مليتي المخزن بتاعك وبتبدأي تبيعي منهم. امم طب أنا عندي نقطة الطريقة في مشكلة في الخامسة، النقطة دي. حاضر خليكي معايا. تمام. الطريقة طب الخامسة تمام. انك زي ما قلنا تعملي تيم، والتيم ده قادر يطلع المنتجات دي واللوحات دي. تمام. الطريقة السادسة انك تعملي لوحة او 2 او 3 او 5 في الشهر، وكل واحدة بتتباع ب100,000 جنيه.
ده هتبقى لوحة أنهي مختلفة مثلا طريقة وأنا بعرض لك كده اللي حسيتيها الطريقة الأنسب ليكي؟ والله هي ممكن تكون أعمل لوحة أو 2 أو 3 ب100,000 جنيه، ده أسهل بالنسبة لي. جميل. هل بقى هتقدري تظهري الفاليو دي وفعلا تبقى قيمة بحيث إن هي تتباع بالرقم ده؟ ممكن. ممتاز. جربي وتشوفي النتيجة وقادرة تنفذيها وقادرة تبيعيها فعلا ولا لا. واصل لك قصدي؟ تمام. طب لو في بقى مناقشة في كام نقطة اللي حضرتك قلتهم لي، يعني فأنا أصلا كتبت كام حاجة كده اللي هي اللي أنا أقدر أعمل منتجات جاهزة للبيع. أنا النقطة عندي إن العملاء بتبقى كل واحد بيختار شكل معين بلون معين بمقاس معين، فبيبقى صعب إن تبقى المنتجات تبقى عندي جاهزة، فكل واحد بيختار حاجة معينة، شكل هو معين ده بلون الاكزامبل معين. اللي انا كنت بقول عليه، ان احنا زمان لما كنا بنروح للنجار ما كانش فيه ايكيا، فانت في مرحلة النجار، فالنجار عمره ما يكسب، اخره ياكل ويشرب. مم. فهي الفكرة كلها ان انت تطلعي لوحات واللوحات دي تتباع، واللوحة ممكن تعمليها بالحجز. مم. الفكرة انك تحولي البيزنس ليه بدل ما هو مهنة اللي هي الفن، انك توصلي ان انت محولاه ان هو بيزنس. هو كده مهنة، هي دي المشكلة. مم. تحويل المهنة والخدمة اللي احنا بنقدمها ليه بيزنس، هو ده اصل الموضوع. مم. استاذة رضوى اتفضلي. شكرا يا باشمهندس. العفو على ايه. أيوة، مساء الخير. مساء النور اتفضلي. هو أنا كان سؤالي بالنسبة لموضوع السكيلينج ده، لو مثلا أنا بقدم consultation services بالنسبة للماركتينج، بقدم ماركتينج consultation، والتاني سيرفيس بقدم ماركتينج استراتيجيست للشركات، خصوصا اللي هم السمول بزنسز والستارت ابس اللي هي لسه اللي بتبتدي. ف... فأنا ممكن أسكيل الموضوع ده ازاي؟ تعالي نفكر. انت دلوقتي في الماركتينج، هنعدينا على الستة موديل اللي احنا قلناهم. هل تقدري مثلا تتعاوني مع حاضنة أعمال تجيب لك كذا بزنس تعملي لهم كونسلتنج؟ ممكن أعمل بارتنرشيب مثلا مع ماركتينج ايجنسيز، بحيث إن أنا أقدم لهم زي اوت سورسنج سيرفيس للماركتينج استراتيجي مثلا. ماشي، بس مش ده أحسن عميل ليكي، لأن أنت كده أيوة فهمك، بتنافسيه. أنا كده بلعب مع منافس. بالظبط. هو كده هيديك الفايض عنده. أو ممكن كمان يعني في بعض الايجنسيز ممكن تدبليكيت السيرفيس خلاص كده. بالظبط كده. يعني تستخدم هذا تملك حاجة كده. فاللي أنا بقوله لك لا، مختلف. يعني حاضنة الأعمال دي مثلا أنا هضمن إن السيرفيس بتاعتي يبقى يعني سكيور وكده. يعني ايه سكيور؟ يعني انت عارف في ناس في الفيلد ممكن يفتكروا ان الماركتنج استراتيجي دي تمبلت هي تمبلت وبيملوها. ما فاضمن تفرقش مثلا معاك، مش مهم. م. مش دي الفكرة. انت دلوقتي شاطرة في الماركتينج صح؟ وانا لو رحت زي ما انت بتقولي خدت الاستراتيجي بتاعتك ورحت نفذتها مش هتطلع نفس النتائج صح؟ خلاص انت قلقانة من ايه؟ تمام. ده اول يعني موديل. تمام. خليكي الفرصة في بس معايا. السكيلينج
خدمة امشي معايا العميل. في نفس تمام. في الموديل التاني ان انا اوصل لناس مشهوره او بوبيلر، تقدر ان انا دول اكون بقدم لهم السيرفيس، وبالتالي هم سورس اوف ماركتنج عندي اقدر استخدمه طول الوقت. بمعنى قصدك فيدباكس فيدباك وريفيوز وريفيوز منهم يعني، وتستمونيالز ولا ابقى وورد اوف ماوث، سبورت؟ ويدخلوني انت اماكن وما كنتش هدخلها. يعني انت قصدك اخد الفيدباك منهم كريفيو، ولا ابقى اعمل لهم اوت سورسنج، ابقى زي مورد دائم ليهم؟ انت مورد دائم ليهم، وفي نفس الوقت هم هيدخلوكي على كوميونيتيز ما دخلتيهاش قبل كده. ايوه فهمت. أمم. النوع الثالث ان انت تكوني بتقدمي السيرفيس دي ل 100 واحد في نفس الوقت. أمم. النوع الرابع ان انت تحولي الموضوع لاسطمبات، وانا بدخل اختار الاسطمبة في التسويق اللي انا عايزها. أمم. النوع الخامس ان انا اعين تيم تحتي يقدم نفس السيرفيس اللي انا بقدمها. النوع السادس ان انا اكون بقدم الماركتينج مثلا دبلومة بسعر كبير، فانا قادر ان انا استفيد ويدخل لي انكم محترم من برودكت غالي او سيرفيس غالي. يعني اقدم مثلا 1 year بروجرام بقيمة مثلا $2000، أمم. فلو جالي 10 فده رقم محترم مناسب جدا للي انا بقدمه. تمام. هل حد عنده سؤال او حابب يطبق المودلز عليه؟ طب باشمهندس، هو انا امتى اقول ان انا عايزه اعمل سكيلينج؟ يعني امتى اجي في المرحله بتاعت انا دلوقتي ريدي فور سكيلينج؟ آه، لما تكوني عملتي وقدمتي السيرفيس 1 تو 1 مثلا لعدد محترم من العملاء، زي مثلا 50 عميل، لما يكون التستمونيالز والريفيوز بتاعتك قوية، لما تكون بالنسبة لك واضح كل الخطوات وقادرة تحوليها لسيستم وبروسيدير. تمام. تمام. ميرسي قوي، شكرا. العفو عليك باشمهندسة فاطمة، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. انا تقريبا كنت هسأل نفس السؤال اللي هي سألته في الاخر، انه انا بقدم بيزنس بي تو سي، فامتى احس ان انا جاهزه ان انا اقدم البيزنس بي تو بي؟ ولو انا هبتدي اقدمه، انا بالفعل عندي مثلا عدد كاستمرز كويس، وعندي فيه ريبيتد كاستمر، وفي ريفيوز كتير. طيب نفترض ان انا هقدم الخدمه دي للمدارس، فالمفروض ان انا بكون محدده تفاصيل الحاجه اللي انا السيرفيس اللي انا هقدمها الاول. انا محتاجه مثلا منهم عدد الطلبه قد ايه، او محتاجه الربح اللي يكون منهم قد ايه، وبعد كده ببتدي اتناقش معاهم، ولا بتناقش مع المدرسه الاول وبعدين بنتفق مع بعض على عرض معين يكون مناسب للاثنين؟ ولو انا هبتدي برضو انا ما عنديش تيم مثلا، ما عنديش حد سيلز، المفروض ان بما ان البيزنس بتاعي انا اللي اتكلم عنه مع الناس اللي انا عامل تعاون معاهم، ولا حد يكون بديل بحيث انا ما عنديش حد سيلز؟ فهل اجيب حد سيلز مثلا هو اللي يقوم بالدور ده، ولا مبدئيا انا اللي اعمل النقطة دي؟ طب خليكي معايا نجاوب على سؤال. تمام. اول حاجة احنا قلنا عندنا مثلث يقول لنا احنا جاهزين ان احنا نكبر البيزنس ولا لا. المثلث ده بيقول ايه؟ تمام. experience. اول ضلع فيه الاكسبيرينس الخاصه بالكاستمرز. انا عندي عدى عليا عدد عملاء محترم.
تاني حاجة ان انا عندي من العملاء اللي انا عدى عليا دول عندي ريفيوز وتستيمونيالز محترمة، وبالتالي عندي وورد اوف ماوث. تالت ضلع في المثلث ان انا يكون اللي انا بقدمه عبارة عن منهج وسيستم واضح. تمام. يعني انا لو هستهدف سن معين، يعني طلبة المدارس سنهم في سن متفاوت، وانا السيرفيس اللي انا بحددها متفاوتة، فلازم اكون محددة منهج لكل سن، مناسب لكل سن، منهج مش كورس واحد تبقى مجموعة ممتاز. كورسات اللي ورا انا بعض. قصدي يا استاذه يا باشمهندسه فاطمه ان مش الفكره في التكنيكال، الفكره في البروسيس بتاعتك اصلا قبل التكنيكال. يعني المنهج ده مش مساله المنهج اللي انت بتقدميه، مساله البروسيس بتاعتنا هتمشي ازاي. يعني العميل هيسجل هنا، هنعمل الخطوه دي، وبعد كده الخطوه دي، وهنا بناخد جزء من الفلوس، هنا بناخد مش عارف ايه. البروسيس بالنسبه لك واضحه. جوه بقى التكنيكال البروسيس نفسها واضحه. يعني انا دلوقتي جيت اقدم مكان التيتشر اللي في برايمري 3 كلاس رقم 8، هتقولي لي خد النوت بوك دي، هو ده اللي انت هتقدمه. تمام. طب انا بكون انا مظبطه كل ده مع التيم بتاعي قبل ما اتكلم مع مدارس اصلا، صح؟ انت مظبطه ده الاول مع نفسك قبل التيم. وبعد كده التيم. أيوه. وبعد كده البي تو بي. تمام. طيب ممكن سؤال تاني؟ خدي راحتك، اتفضلي. لو انا ما عنديش حاليا، انا الاول كنا شغالين، انا اللي بعمل مثلا كل السيرفيس من الاول، انا اللي بشتغل برد على العملاء، انا اللي بتابع الحسابات، احنا اللي بنعمل كل ده، سواء انا مثلا وحد معايا. بعد كده لما الشغل بدأ يكبر، فطبيعي ان احنا محتاجين حد يشيل معانا الشغل، او حد يبقى كل حد ماسك حاجه، زي يبقى في حد مودريتور، حد سيلز. فلما جربنا ده مره واتنين، كان الشخص اللي بيجي مش بيقدم السيرفيس بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنقدمها، وبالتالي ده خسرنا عملاء. يعني طريقه التعامل مع الناس، وطريقه الرد عليهم، وطريقه المتابعه معاهم باستمرار. في ويبينار كنت عامله عن مشاكلنا مع الافراد ومع التيم، وكنت شارح ان المشكله عندنا مش في اللي احنا عيناهم. امال ايه؟ المشكله عندنا دايما مش في اللي عيناه. رقم واحد، ما هو معوش المانيوال اللي يمشي عليه. طب حتى لو انا قلت له حاجات يمشي عليها، بس هو ما ملتزمش بيها. ولا هيلتزم بيها، لان هو ما جاش لقى السيستم جاهز يمشي عليه. انت دلوقتي لما بتروحي تشتغلي في شركه كبيره، ايه اللقطه بتاعت الموضوع؟ ان انت بتلاقي مانيوال وخطوات واضحه، وان هنا الساعه 8 هتعملي كذا، الساعه 9 هتعملي كذا، الساعه 11 هتعملي كذا، هتقفلي اليوم كذا، التارجت بتاع اليوم كذا. تمام. طيب انا برضو احنا بنختار الحد اللي هيشتغل من البدايه، من الاول. تمام. المشكله قبل الاختيار ان المنهج والسيستم غير واضح. بعد كده طب لو يجي بقى الاختيار. هو انا عارف المفروض اختار مين ومين المناسب، وهل الاسطمبه اللي انا استخدمتها او اللي هو هيجي يضرب عليها دي، الاسطمبه دي ناجحه؟ يعني انا لما اشتغلت على الاسطمبه دي نجحت بيها؟ بس فهي دي النقطه ببساطه. طيب هو الطبيعي اي حد هيجي لازم بدربه فتره على نظام الشغل، خصوصا ان المجال لازم يكون حد فاهمه كويس، وفاهم ترتيب الكورسات، وازاي ارشح كل حاجه لكل حد. فانا من الاول بنكون شايلين هم ان انا هجيب حد وهدربه على كل ده، وممكن في الاخر بعد شهر شهرين يطلع مش مناسب. لا، هو انت عندك في اختبار في الاول، في اول يومين 3 بيبان ده مناسب ولا مش مناسب. ممكن هقولك تعملي طريقه انا كنت بستخدمها. انا كنت مسجل التريننج اللي انا بقدمه، والتريننج ده هو بيقعد يتفرج عليه،
وبيديني حاجه اسمها فيدباك. ومن الفيدباك ده في اول 3 4 ايام بعرف هو مناسب معايا ولا مش مناسب. احنا عملناها مرة زي كده ان الداتا كلها مكتوبة والشخص اللي جيت اديت له كل الداتا يشوفها ويقرأها ويقول لي هو فهم ايه منها. تريننج مصور ومسجل بيقعد يتفرج عليه. تمام. تريننج شكرا في يا شرح باشمهندس. مفصل. انت عارفه انا تمام ان شاء الكاستمرز الله. مثلا شكرا. انا عندي علشان اتاكد ان هم مناسبين ليا قبل ما بيجوا ياخدوا معايا السيرفيس، ببدا ان انا اديهم فري كونتنت يتفرجوا عليه ويشوفوه عشان لما يجوا يبقوا جاهزين، فما تعبش نفسي في شرح البيزكس اللي انا محتاجها. تمام. هو لو مسجل وجاهز حتى لو هو خده وما نفعش، فانا بالنسبه لي الموضوع مش هيبقى متعب لان الحاجه اوريدي جاهزه، فلو هو ما كملش وحد تاني جه هتبقى سهله برضو بالنسبه لي. بالظبط كده. تمام. شكرا لحضرتك. العفو. استاذ ابو طالب اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي وعليكم حضرتك؟ السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بص، أنا شغلي عندي شغال في مجال طباعة أو في مجال مستلزمات الطباعة. عندي محلين في المهنة دي بقالي 20 سنة، ومع الوقت سلمت كل محل لحد ما بقى لكل محل ليه مدير عندي. شغلنا عبارة عن بس في النهاية هي مهنة والعائد اللي بيجي منها يا دوبك معيشنا، لكن مش عارف أعمل منها فلوس أو مش بيزنس حقيقي يعني. فمش عارف ازاي اغير منها او ازاي اطور فيها. هل عندك سيلز تيم؟ جوه المحلات، يعني معتمدين كلنا على المحلات. جميل. هل حضرتك فكرت ان انت تعين سيلز تيم للبي تو بي؟ لا، ما عملتش ده. طيب ممكن حضرتك تعمل الاول تسجل تريننج وبعد كده تعين سيلز تيم، والسيلز تيم ده يجي يتفرج على التريننج، وبعد كده تحط له تارجت، والتارجت ده يبقى مثلا عدد عملاء في الاول 10 عملاء في الشهر مثلا، او 5 عملاء في الشهر لو بي تو بي، ويبدا ان هم يشتغلوا عليه، وبعد كده اعلى بالتارجت واحده واحده. طيب هل انا كده يعني محتاج ان انا اخد مقر بعيد عن المحلات واقعد فيه السيلز ده؟ ممكن مقر ملحق ما بالمحل. اعتقدش ان انا مش هعرف ادير ده في وسط المحلات وزحمه الشغل والحركه وكده. يبقى هتفضل تاكل وتشرب. يعني كده محتاج ان انا اخد مقر وابعد شويه عن المحلات، يعني السيلز ده او الاداره دي تبقى مقر منفصل. اعمل للمحلين بلس البي تو بي مقر اداري تمام. صغير في لازم يبقى حساباتك جنب وفي كل المحلين، حاجه شرط جنب المحلين. عشان تبقى قادر تشوف بكل سهوله، يفضل يعني عشان تعرف تمام. تراقب بسهوله. تمام يا فندم. وابدا اجيب سيلز للمحلات. طبعا. طيب واعمل ويب سايت اتفضل. على شوبيفاي. ويب سايت. اعمل ويب سايت على شوبيفاي، هيكلفك 3 تمام. 4000 جنيه في الشهر، بس ان شاء الله يجيب العائد بتاعه بدل الحاجه منتجات. تمام يا فندم. ده بيعه هنا، شوبيفاي ده هنا في مصر مش كده؟ ادخل على shopify دوت كوم وشوف الاشتراك بتاع الويب سايت والبروسيس بتاعته وظبط الدنيا فيه. تمام يا فندم. تمام. شكرا جدا استاذه لحضرتك. نرمين شكرا نورتني. الله استاذه نرمين اتفضل. اتفضلي يا استاذه نرمين. باشمهندس احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله. باشمهندس احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. باشمهندس احمد، انا كان عندي البيزنس بتاعي عباره عن جروب. انا بجيب براندات من بره. انا بقالي فاتحه الجروب ده 7 سنين، بس انا مش حاسه ان العائد بتاعه، يعني مش بحس ان انا بحقق البروفيت اللي انا عايزه اوصل له. طبعا. ليه؟ فانا مش عارفه المشكله فين. المشكله الحته اللي انا كنت بقولها لك في الاول. اللي حضرتي من هي الاول؟
انا حضرت من الاول. جميل. انا كنت بس بشرح في أي ماده نقطة. اسمه الوفره. الوفره اه عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا ما اعتمدش ان انا عندي مصدر واحد من الدخل. تمام حضرتك معتمده على مصدر واحد من الدخل. تمام زمان لما كنا موظفين كان يقول لك لو الدخل بتاعك مش مكفي بتعملي ايه؟ تنزلي تشتغلي بعد دور. الظهر، تمام فبتدخلي مصدرين. السؤال هنا، البيزنس بتاعك عبارة عن مصدر واحد اللي هو الجروب، ليه تمام مش منوعة المصادر؟ ليه ما ننوعش مم. المصادر؟ مصدر واحد زي لا يكفي. فبالتالي حضرتك محتاجة تعملي بيج وتعملي لها ادز، حضرتك مم. محتاجة تعملي ستور وتبقي في وسط المحلات والمعارض، حضرتك تمام محتاجة تشوفي المعارض وتنزليها وتنزلي معرض كل شهر، حضرتك محتاجة تمام تشوفي ناس مشهورة تبدأ إن هي تجرب البرودكتس بتاعتك وتديكي ريفيوز وتستمونيالز محترم. تمام. زي البلوجرز، حضرتك قصدك البلوجرز ولا ناس مشهورة عموما يعني في الوسط اللي أنا عايشة فيه، أو انفلونسرز الناس اللي مش بلوجرز، influence. تمام انفلونسرز. تمام حضرتك محتاجة تكوني بتبيعي باكجز مش برودكتس بس. تمام يعني أنا لو اشتري منك 10 قطع، لو هشتري منك ب10,000 جنيه، مم. دي باكج محتاجة تقولي لي لو اشتريت كذا وكذا وكذا هتقدر ان هي تفرق معاك. فهمت حضرتك. وصلت؟ تمام. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. ربنا يكرمك يا رب. باشمهندس معلش، هو حضرتك كنت قلت الاستاذ اللي كان بيتكلم على ان يعمل ويب سايت على الشوبيفاي، اشمعنى؟ عشان هو بيبيع هل برودكتس. ليه ميزة مختلفة يعني؟ لو حضرتك بتبيعي طب وده برودكتس يناسب معايا؟ لا. انا طبلوهات، تابلوهات اوكي. بس انا عندي ويب سايت مش على شوبيفاي. لا، على الشوبيفاي هتلاقيه انسب. الشوبيفاي ميزته ان هو عامل كوبريشن وسبورتيف مع الميتا، يعني مع الفيسبوك ومع الانستجرام. فالسايتس اللي معمول على شوبيفاي بتبيع احسن من السايتس التانية. تمام. طب بالنسبة للبلوهات، هل ينفع يتعمل لها إعلانات على الويب سايت بتاعتها؟ يعني إن أنا مرة عملت إعلانات على الويب سايت بس ما جابتليش نتيجة، يعني حسيت إن هي اللي على الفيسبوك أو الانستجرام جابوا نتيجة أفضل من الويب سايت. هل مثلا كطبيعة المنتج كطبلوهات هاند ميد ما ينفعش إنها تتعمل على الويب سايت؟ يعني النتيجة بتاعتها ما تبقاش أفضل حاجة يعني؟ لا، غيري الويب سايت وخليه شوبيفاي هتلاقيه فيه فرق كبير. طيب تمام، ماشي يا باشمهندس، ميرسي لحضرتك. العفو. الويبينار متسجل، ممكن تتكلم تسويق الأدوية بطريقة كرييتيف. ممكن أتكلم على الأدوية بطريقة كرييتيف، بس هي ليها استراتيجي كده. ممكن أبقى أخلي حد يتواصل مع حضرتك ويقول لك تفصيلتها عاملة إزاي. يعني ليها طريقة indirect كده بتخليك انت الفكرة كلها ان انت مش تسوق للدواء، انت بتسوق للفارماسي نفسها او الصيدلية نفسها. فالفكرة كلها انك تسوق للفارماسي نفسها وتسوق للمنتجات اللي فيها وليس الأدوية، وبالتالي الأدوية دي بتبقى نتيجة. اللي انا احب ان انتوا تهتموا بيه وتركزوا عليه مش المنتجات بس، مش الخدمات بس، الاهم ان تكونوا مهتمين ان انتوا بتبنوا براند. بنى البراند هو اللي هيخلي بيع المنتجات والخدمات اللي احنا بنقدمها نتيجة
ومش هتفضل ان انت تجري ورا الكاستمرز علشان تبيع اكتر. كل لما بنيت البراند، كل لما حطيت في البراند اكتر، كل لما قدرت ان انت تكبر البيزنس اكتر. تمام. ففي طريقة بخصوص انا شركة ادوية، التسويق الخاص بالدكاترة ده ليه استراتيجي مختلف، فدي ليها تفصيلة طويلة شوية محتاجة ان احنا نتكلم فيها. لما تكون الكاستمرز سبيسيفيك جدا ومحتاجة فيزيتس ومحتاجة ماركتينج بشكل مختلف، هتلاقي ان انت محتاج تعمل ماركتينج استراتيجي مختلفة. الاختلاف بخصوص السؤال الخاص بالويب سايت، ايه الويب سايت المناسب على حسب انت بتقدم خدمة ولا منتج ولا باكج. لو انا بقدم منتجات يفضل الشوبيفاي، لو انا بقدم خدمات وخصوصا في شركة يفضل الوورد بريس. اتفضلي يا اسماء. باشمهندس معلش بسمع مقولتين اتنين. المقولة الأولى العميل دايما على حق. دي لحد فين؟ دايما على حق لحد فين؟ يعني زي مثلا مثال، العميل حول لي حوالة من خارج مصر وهي خرجت من حسابه ومش عارف يستردها تاني وما دخلتش حسابي، احنا الاتنين خسرانين. فدي مرحلة مثلا. يعني في حاجات كتير. فامتى في السؤال ده بالذات او في الموقف ده بالذات اتصرف ازاي؟ يعني انا اتصرفت ان انا شلت 50% و50% في الحتة دي. عايزة اعرف بقى لحد امتى، او ايه اللي اقدر اقول لا ستوب لحد دلوقتي ما اقدرش ادي اوبشن اكتر من كده للعميل. السؤال التاني برضو في مقولة بتقول الاشهر يكسب اكتر من الاشطر. فانا كبراند انا عارفه ان انا ببتدي اقوي البراند بتاعي واتكلم عن الخدمه بتاعتي وايه مميزاتها وكل ده، بس برضو في الوقت اللي احنا فيه مش معناه ان الاعلانات. انت قويتي براند. نعم. انك تتكلمي عن الخدمه ده مش معناها ان انت قويتي البراند. ما انا برضو ما انا لسه بسأل حضرتك ازاي اوصل لحته الاشهر؟ ازاي اوصل؟ هل بالاعلانات وبالتسويق؟ وان انا برضو الاعلانات بقت بمبالغ عاليه جدا، ان انا اعمل اعلان مثلا في اليوم ب 500 جنيه او ايا كان، فان انا اعمل اعلانات كتير عشان اظهر على الساحه او ايه. عايزه برضو اعرف النقطه ازاي اوصل للاشهر دي. طيب انت عندك كتاب بيزنس جروث؟ انا شاريه الكتاب. خلصتيه؟ قريتيه؟ باقي في حاجات بسيطه يعني. طيب من الكتاب محتاجك تستوعبي ان في فرق بين ان انا ببني براند وفي فرق بين ان انا بسوق للمنتج او الخدمه. ببني براند معناها ببساطه جدا ان العميل بيقول عليا او بيقول على البراند كذا، فانت محتاجه توصلي للورد اوف ماوث او التستيمونيال. دي كويسه جدا، بس انا محتاجه ادخل عملاء جداد. يا استاذتي تمام. استوعبيني. الريفيوز والتستيمونيالز مختلفين عن الورد اوف ماوث. الورد اوف ماوث انت البراند بتاعك مشهور بايه، ده البراند. ملهاش دعوه الخدمه او المنتج ايه هي. وصل لك قصدي؟ تمام. يعني الميزه اللي بتميز بيها يعني كبراند. هو دي النقطه اللي انت محتاجه توصل لها. تمام. بوصل لها ازاي؟ أول خطوة. عن طريق برضو العملاء القدام؟ لا، عن طريق ان انت الخدمه والمنتج اللي انت بتقدميه يبقى واضح مين العميل بتاعه وهيستفاد ايه وهيتنقل من نقطه ايه لنقطه بي، ايه نقطه ايه وايه المشكله اللي عنده وايه اللي هتحله له وهتوصليه لنقطه بي عامله ازاي. تمام. انا واصله للنقطه دي وعارفاها وبدات اشتغل عليها، بوصلها للعامه ازاي؟ بعمل اعلانات صح؟ ماركتينج وريفيوز وتستيمونيالز وورد اوف ماوث
وتنزلي كونتنت كتير مم. لو انت مش عايزه تصرفي. الحياه اه ببساطه يعني هم تمام. 3 اضلاع، مم. يا مجهود يا فلوس يا وقت. عايزه تقللي صرفك للفلوس هتزودي مجهودك ووقت، مم. عايزه تقللي وقتك هتزودي مجهودك وفلوسك، مم. وهكذا. تمام. طب جزء العميل، ماله؟ العميل دايما على حق لحد امتى لا، بوصل؟ لو الفلوس ما دخلتش حسابك فانت كده بتظلمي نفسك. مم. ما اشيلش حتى 50 وهو 50، احاول ان انا اقول ان انا بكسب عميل مثلا هيكمل معايا بعد كده. اصل ما اعتقدش اصلا الفلوس وصلت لك لا ما وصلتنيش، ولا واحاول اتدفعت. بقى حوالة تانية نص الفلوس بس، نص تمن الكورس بس. خلاص يعني تقبليها المره دي، لكن مش ده الاساس. العميل ما اجيش دايما على على نفسي حق، قوي يعني. ده بعد الخدمه او هو بياخد الخدمه، مش قبل الخدمه. معلش ما سمعتش دي يا باشمهندس. العميل على حق مم. وهو بياخد الخدمه او بعد مم. الخدمه، مش مم. قبل الخدمه. تمام ماشي. اوكي. ماشي يا باشمهندس، شكرا. المنافسة شرسة في شركات أدوية. أنا عندي منتج مستورد من أسبانيا وفي شركة منافسة عندها نفس الدواء، والتسويق بقى متعب جدا. ليس ديجيتال ماركتينج. ممكن حضرتك تقول لنا إزاي أوصل يكونوا فعالية؟ يا أستاذة نرمين، اختاري الطريقة المناسبة من ال6 طرق ليكي، مش تختاري الطريقة اللي انت مش عارفة تستخدميها. يعني انت لو ملكيش علاقات قوية فالطريقة دي مش مناسبة ليكي. لو انت مش قادرة تدخلي لكوميونيتيز فالطريقة دي مش مناسبة ليكي. ما تقعديش في الطريقة اللي هي مش مناسبة، دوري على الطريقة المناسبة ليكي. البيرسونال ماركتينج البيرسونال ماركتينج، خلينا نستعرض البيرسونال ماركتينج في مرة لوحدها، وازاي نحول المهنية والكوتشنج واي سيرفيس احنا بنقدمها لجروث وسكيلينج، ونبقى قادرين ان احنا ازاي نكونفيرت المهنية او البروفيشناليتي لبزنس وانتربرينورشيب. نورتوني واشوفكم على خير ان شاء الله المرة الجاية. اتمنى اكون ساعدتكم. لو في اي اسئلة ابعتوا على الجروب، او هخلي السيلز يتواصل معاكم وياخد منكم الفيدباك، ولو في اي اسئلة نقدر ان احنا نجاوبها ونساعدكم فيها. نورتونا ونشوفكم على خير. بالنسبة للكتاب اللي انصح بيه، في كذا كتاب. اول حاجة E-Myth، تاني حاجة Over Subscribed، تالت حاجة Business Growth. اشوفكم على خير. السلام عليكم.